وحد الله وصلى على النبي. طريقه مختلفه لتفصيل فرد الكوارع. هي مش مختلفه ولا حاجه، احنا عمالين نالف ونخترع الطريقه اللي تريحك لما انت تيجي تفصل فرد الكوارع. يعني هنفترض مثلا ده فرد كوارع اهو بتاع عجميه، هتوقف الفرد كده وهتمسك بالعظمه اللي فوق دي وتتك عليه لتحت، تمام؟ وهتيجي ايه بسن السكينه كده وتنزل لتحت لغايه ما السكينه تتصدر معاك. هتاخد كده خط في الجنب اهو، تمام؟ وهتيجي الناحيه الثانيه. انا عايزك بس تجيب الشكل بس عشان هو ايه المشاهد ما يتوهش. ومن الجنب الثاني اهو تقوم داخل برضه بالسكينه كده وتقوم نازل عامل خط، تمام؟ لحد ما تصدر معاك. نزل اللحم ده كده اهو. هتيجي طبعا السكينه اتصدرت معاك في العظم وفي المفاصل، هتقوم قاطع الاعصاب اللي في الجنب. تلاقي عصب في الجنب ده، الجنب اليمين والجنب الشمال، كل ده وانت متك على الرجل. في عصب برضو كبير في النص، وتر بيبقى اللي في نص الرجل. هتقطع الوتر اللي في نص الرجل كده خلاص، كده الرجل كده خلص. تعمل ايه بقى؟ تمسك من اللحم ده ومن الجنب كده تشوي. كل ده الميزه بقى في اللقطه ديت ان انت بتشتغل والسكينه بتبقى بعيده عن ايدك فامان. طبعا انت مش هيبقى عندك القفاز ده والجوانت اللي استوى. هتمسك بقى من حفرين اهو وتنزل السكينه كانك بتشق بطيخه، هتشد لورا. وصلناها الجنبين. حلو؟ حلو. هتيجي عند البز الرجل اهو، اللي هو بيبقى في ظهر الرجل، وتنزل من جنبه وتشد اللحم ده كده لورا. هتلاقي المفصل اهو فصلت. هتيجي من هنا تقطع كده، هتلاقي المفصل اللي هو بتاع الحفر هتعلم عليه السكينه اهو. وتبتدي تقطع. ادي قطعه 2 3 والمفصل كده. ده الجنب التاني نفس الكلام. هتيجي بص توقف الجنب ده كده، وفين هنا اهو الحته دي كده، وتنزل لتحت. تحت بقى هتلاقي المفصل هنا هيقابلك اهو. تفصله كده بسن الكتله وانت ماسك نفس حته اللحم. خش على المفصل بتاع الحافه. ادي قطعه 2 3. اقطع بقى هنا زي ما تحب. دخل القطعه اهي. سكينه صغيره خالص اهي، قطعت لك فرد الكام. تعالى بقى عشان الماسوره دي تطلع منها النخاع، نظبط شويه شروط. كده كده مظبوطه. ده فرد كوارع، الدسامه كلها في الكوارع، الجيلاتين دي واحده كده. النخاع يا باشا. هات بقى الايه البهاريس اللي ببص عامله ازاي، تفاصيل باينه. اللهم صل على النبي. تعالى احلى كوارع دي ولا ايه؟ وحد الله وصلى على النبي، واعمل لايك وشير الفيديو مع حبايبك.